قصتنا النهاردة عن واحد بيحكي ويقول الموضوع ده حصلي من حوالي 5 سنين. كان يوم طويل ومرهق في الشغل. راجع من الشغل جسمي كله بيشتكي من الوجع، مصدع جدا وعاوز انام بأي طريقة. غيرت هدومي، كنت بستعد عشان انام لما سمعت صوت حد بيصرخ وحشية من بعيد. الحقيقة انا كنت ساكن في حي هادي جدا، فتوقعت ان ده حد بيلعب او بيهزر بأي طريقة. دخلت تحت الغطا وريحت جسمي، سبت النوم يسيطر عليا ونمت. صحيت من النوم بعد شوية، مشبعتش من النوم، لسه تعبان ومرهق. توقعت اني نمت نص ساعة بالكتير. مسكت تليفوني وبصيت فيه، لقيت اني نايم بقالي 7 ساعات. كنت جعان جدا فقررت اقوم اعمل اكل وبعدها اكمل نومي. قمت من النوم وخرجت من الأوضة ومشيت في الممر بتاع المطبخ وهو مضلم. بقالي 8 سنين ساكن في البيت ده، فالصراحة كنت حافظه صم ومش شايف لازمة ان افتح النور. وانا داخل المطبخ لمحت حد واقف يبصلي من الصالة بطرف عيني. عارفين الشعور ده؟ انا متأكد لما هبص مش هلاقي حد واقف وهلاقي حد موجود. اطمن قلبي وبصيت زي ما توقعت، الصالة كانت فاضية تماما. بعد شوية لمحت ظل بيعدي بسرعة من قدام شباك المطبخ، وكالعادة بصيت برضو وملقتش اي حاجة. الجوع قرصني فقررت اعمل سندوتش. فتحت التلاجة ووطيت اشوف هعمل ايه. سمعت سمعت من ورا ضهري صوت زي ما يكون حد بيطير ورق قدام مروحة بصوت هادي. قلت مفيش شياطين لما اكون جعان، يبقوا تعالوا لما اشبع. وضحكت، عجبتني الجملة وضحكت جدا. لازم احكي لزمايلي بكرة عن الموقف ده، اكيد هيضحكوا ويقولولي ان دمي خفيف. كل اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. الموضوع ده زي ما قلتلكوا حصل من 5 سنين ولحد النهاردة مش قادر انساه وبيطاردني، سواء كنت صاحي او نايم. عاوز اقولكم في البداية ان باب البيت الخلفي بتاعي عبارة عن ازاز بيتفتح بجرار. لما قفلت باب التلاجة بت... سمعت صوت حركة الباب بيتفتح. لما قفلت باب التلاجة سمعت صوت حركة من برا الباب الخلفي. كان ورايا، بس الحقيقة انا كنت خايف الف اشوف ايه اللي ورايا، لان قدامي وعلى الحيطة كان في ظل حاجة بترقص رقصة مجنونة. كنت مرعوب وخايف ومعنديش جرأة اني الف واشوف اللي بيرقص ورايا ده. عقلي حاول يهديني وقالي انه ممكن يكون كلبي، بس ده كان مستحيل، لان الظل اللي بيرقص كان له ايدين بشرية. ممكن يكون قرد هربان من جنينة الحيوان وبيحاول يخوفني او يلفت انتباهي. بس المشكلة ان مفيش حدائق حيوانات قريبة من هنا خالص. حاولت استجمع شجاعتي وبدأت ألف ببطء عشان أشوف ايه اللي بيحصل ورايا. واحدة ست واقفة ورا الباب الإزاز بتحرك ايديها حواليها وهي بترقص رقصة وحشية مخيفة. شعرها منكوش مليان دم وشكله مرعب جدا. بس برضو ده ما كانش اكتر حاجة مرعبة. الحاجة المرعبة في بقها كان مفتوح على اخره، عينيها مفتوحة على اخرها والرعب ماليها. عينيها ثابتة عليا مش بتتحرك. الموضوع خد مني دقايق عشان حواسي تفوق من الصدمة وترجع تشتغل تاني. وفي اللحظة دي أدركت إنها بتصرخ. رجعت بخطوات سريعة لورا وأنا مش قادر أشيل عيني من عليها، لحد ما خبطت في الحيطة. بدأت تتحرك شمال ويمين بخطوات سريعة وهي لسه بصالي وبتصرخ. الخوف كان شللني ومخليني مش قادر أتحرك، مش عارف أعمل حاجة. فجأة وقفت وبدأت تبصلي بحقد وشر ما شفتهوش في حياتي. كانت دي فرصتي. طلعت أجري ناحية أوضتي عشان أطلب الشرطة وأقولهم اللي حصل. اتصلت بالنجدة وسمعت الجرس بيرن وأنا مش عارف لما يردوا عليا هقولهم ايه. فجأة بصيت من الشباك بتاع اوضه النوم، لقيت الست لازقه في وشها من الازاز بتاع الباب الخلفي وبتدور عليا بوحشية. استخبيت ورا كرسي كبير جدا وكنت حريص ان ما كنش باين خالص. في اللحظه دي انا كنت ببص فيها على الست دي، ادركت حاجه مهمه قوي. في ست تانية شبهها مستخبيه في الركن الضلمه البعيد في اوضتي ده، وقاعده على الارض بدون حركه بتراقبني.
ما كانتش بتخوفني، ما كانتش بتعمل اي حركات غريبة خالص. كانت قاعدة على الارض في الركن الضلمة بتراقبني بدون حركة، وعينيها ثابتة عليا. بصيتلها برعب وانا بصرخ فيها اطلعي برا، انا بتصل بالنجدة. سمعت موظف النجدة بيرد عليا وبيسألني عن الحالة الطارئة اللي عندي. كنت بكلمه بس هو ما كانش سامعني. فضلت انده عليه وانا شايف الست اللي قاعدة في الركن بتقوم تقف وبتتحرك. الست بقت بتتحرك ببطء، وشها ابيض ومليان دم. فجأة جريت ووقفت فوق الكرسي اللي انا مستخبي وراه، وعينيها لمعت بغضب مش طبيعي وهي بتقول ازاي بتتصل بحد يساعدك وينقذك من اللي مكتوب لك. سمعت صوت حد بيخبط على الباب، وفي اللحظة دي بقوة حد بيصرخ من برا الشرطة. الست جريت من قدامي بتحاول تهرب في نفس اللحظة اللي الشرطة كسرت فيها باب البيت الأمامي ودخلوا البيت. قمت جريت، كنت بعيط وبترعش من الخوف. جريت ناحية الضباط اللي كانوا مستعدين عشان يهدوني. لما هديت شوية الضباط فهموني ان جاري هو اللي اتصل بالنجدة لما شاف ستات غريبة واقفين قدام البيت وباين عليهم الشر. قلتلهم اني شفت 2 ستات فعلا، واحدة جوا البيت وواحدة برا البيت. الضباط بصوا لبعض وبحيرة وسألوني شفت 2 ستات والباقيين؟ سألتهم انا مش فاهم باقيين ايه. قالولي ان جاري مبلغ عن 5 ستات كانوا واقفين قدام بيتي. اقسمتلهم اني ما شفتش غير الاتنين دول بس. قالولي انهم هيسيبوا عربية حراسة على باب البيت. لما ضغطت على الضباط يحكيلي ايه اللي حصل، قالي ان في 3 جرايم قتل حصلوا في الليلة دي. مجموعة من الستات اتفقوا سوا يراقبوا الحي ويقتلوا اي راجل عايش لوحده. بيدخلوا البيت ويربطوا الراجل في السرير ويطعنوه كذا طعنة لحد ما يموت. كانوا جزء من طائفة دينية اتكونت من فترة، كانوا بيقدموا الرجالة قرابين للإله اللي بيعبدوه. قالولي ان انا وشخص كمان كنا محظوظين اننا كنا صاحيين ساعة ما هاجمونا، لاننا لو كنا نايمين كنا متنا فورا.